سمي الله. بس بقى الاوضه زي ما انت شايف اهو، الحيطات معجنت وناقص لها وش، بس ايه بقى، هما بيدربوا الالوان في بعض عشان يوصلوا لاحسن لون. وبص بقى الكرانيش زي ما انت شايف كده. مش بطال. لا شغل الاسطى سعيد ده مفيش منه. الله ينور يا ما استاذ. تسيبك منه وخليك معايا عشان هو بيقلب الالوان. بيقلب الالوان إيه؟ الراجل واقف ما بيعملش حاجه. ما هو بيقلبها في دماغه الاول وبعد كده بيقلبها في الباستيل. الله ينور يا استاذ سعيد. هو الراجل ليه ما بيردش عليا؟ هو كده هتلاقي كلامه قليل بس فعله كتير. معلش يا استاذ سعيد والنبي تعالى كده، يعني تعالى اعرفك على الدكتور حمدي. دكتور حمدي صاحب الشقه. ان شاء الله هنخلص الشقه امتى؟ يعني يا رب اسبوع. هو انت مش قايل لي 6 ايام؟ 6 ايام يا دكتور. 6 ايام؟ هي اسبوع يا عربي، كتير قوي يا عربي، انا عايز ارجع بيتي. اخر كلام اخر كلام 6 ايام يا دكتور. ما يزيدوش يوم. لا مش هيزيد يوم، خلاص هو اخر حاجه 6 ايام. خلي بالك الاستاذ سعيد ده فرود، هو بطيء شويه بس فرود يعني. الاستاذ سعيد ده بقى له قصه حياتيه في الدنيا، هو اللي بيصرف على اخواته. يعني عيل عصام يعني، بنى نفسه بنفسه وبنى شقتي بنفسه. انت عندك شقه؟ انت لازم تبوظ الموعظه يعني. ما تعالى افرجك على النجاره. بص يعني ما شاء الله بقى، الابواب دي بعون الله، انتوا هتموتوا وهي هتفضل زي ما هي. فلا الله ولا فلك يا عربي، في حد يقول الكلام ده؟ مش قصدي والله، بس انا عايز افهمك انه ما بيشتغلش غير بخشب زان، تقعد تخبط زي ما تخبط ولا حاجه. بص ازاي؟ بص بص ده بقى ممكن تخبط فيه زي ما انت عايز. استنى بس يا عربي، ده اتكسر، ده ايه الخشب ده؟ يالا سعيد يالا. ايه يالا، انت مش قايل انه زان جايبه قبل كشف في الاخر بيتعامل معاه ان انا دكتور؟ ده انا صنايعي يالا، ده انا جايبها من وانا قد كده يالا، من على الرصيفه. وبعدين ايه، وبعد بتعمل كده في شقه مين؟ ده اخويا، ده اخويا، وانا عمال اقول الاسطى سعيد ده مفيش منه، تروح انت عامل كده في الاخر. بس معلش هو ظابط الدنيا كلها على فكره في الباقي، هو بس دي اللي جلت منه يعني. دي الابواب دي هتتغير. هنعمل لك اللي نفسك اكيد دي يتغير، ده يتغير يبقى زي ده. عبد الحميد الوزن تمام. طب ايه الاخبار؟ ايه بقى، طمني. كله تمام، صدرهم تمام، واضح ان ما عندهمش اي حاجه الحمد لله. طب هما بيزنوا كتير ليه؟ الاتنين عندهم صفرة عاليه بس. عندهم صفرة؟ يا حبايبي، طب احنا محتاجين نعمل لهم اي تحاليل عشان نتاكد؟ نو مش محتاجين فحوصات، بالكشف الظاهري واضح، بياض العين مصفر والجلد مصفر. يا دكتور هي مش الصفرة دي خطر قوي وبتأثر على حاجات وكده ولا ايه؟ دي صفرة فسيولوجيه بتروح بالرضاعه. يعني مش هنحتاج نقعدهم تحت الجهاز ده؟ لا مش محتاجين فوتوثيرابي خالص،